ايه رأيكم في البفتيك الخطير اللي قدامكم ده؟ عايزه اقول لكم ان ده البفتيك الكداب، معمول بلحمه مفرومه. نص كيلو لحمه مفرومه عملت لنا 12 قطعه كبيره من البفتيك، واوعدكم كل اللي هيدوقوا مش هيعرف يفرقوا عن البفتيك العادي. اول حاجه هنجيب نص كيلو من اللحمه المفرومه تكون بلدي، بلاش المستورد في الوصفه دي. وهنجيب بصله كبيره تكون مفرومه فرم ناعم، هنصفيها من الميه بتاعتها وهنضيفها على اللحمه بتاعتنا. وبعد كده هنضيف عصير ليمونه، وتقدروا تستبدلوه بمعلقه من دبس الرمان. هنحط معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود، وهنحط رشه من السكر ودي بتفرق جدا في الطعم. وهنزود بعد كده رشه من جوز الطيب، برضو دي اختياريه بس بصراحه بتدي طعم حلو جدا. هنزود 4 معالق كبار من البقسماط الناعم. اخر حاجتين هنزودهم رشه من البيكنج باودر وبضايه. وهنبتدي نعجن الكلام ده كله، اعجنوه كويس جدا، يعني خدوا وقتكم في العجن لحد ما خليط اللحم يوصل معاكم للقوام ده. بصوا كده، شايفين المنظر ده؟ يعني انتوا بتشدوه كده بتلاقوا انه النساير بقت ماسكه في بعضها بالشكل ده. انا نص كيلو اللحمه ده قسمته على 12 كوره، لما بيتفردوا بيدونا قطعه بفتيك كبيره، تقدروا تقسموهم على عدد اكبر هيديكوا عدد اكبر من البفتيك. وبعد كده هنجيب اكياس ونحط الكوره بالشكل ده ونضغط عليها، وهتتفرد معانا بالسمك ده، ما ترفعوهاش عن كده علشان تستمتعوا بطعم اللحمه. هنخلص الكميه كلها وهنشيلها ساعه في الفريزر، مش اقل من كده، يعني ما تستعجلوش ان انتوا تطلعوه من الفريزر. وقبل ما نطلع البفتيك بتاعنا هنكون محضرين خليط عباره عن نص كوبايه من الدقيق، عليها نص كوبايه من النشا، عليها معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من بهارات مشكله او بهارات لحمه، رشه من جوز الطيب. وهنبتدي نخف الخليط بتاعنا ده بكوبايه من الميه شويه بشويه ونقلب علشان ما تبقاش طبقه سميكه على اللحمه، يعني خففوها وبس في نفس الوقت ما تخلوهاش ميه تماما. يعني بصوا القوام ده هيبقى مظبوط جدا، لما تقلبوا بالمعلقه بالشكل ده السائل ده هيمسك عليها. وبعد كده انا بحب استخدم الخلطه دي بتاعت كريسبي، بتبقى حلوه جدا في البفتيك او في البانيه. وهنجيب بقى اللحمه بتاعتنا بعد ما قعدت ساعه في الفريزر، وهننزلها في خليط الدقيق والنشا، وبعدين هنطلعها ونحطها في خلطه كريسبي. وتقدروا تستبدلوها ببقسماط يكون ناعم او خشن براحتكم. وهنحط البفتيك بتاعنا بالشكل ده، وبعد كده هنفضه من اي دقيق زياده وهننزله في زيت ساخن غزير. هنحمرها، مش هتاخد اي وقت، مجرد انه الطبقه اللي من بره تاخد لون. طبعا خلوها على درجه حراره متوسطه عشان بس يعني تلحق تستوي. هي كده كده مش هتاخد وقت في السوا، لان في الاول وفي الاخر دي لحمه مفرومه. اول ما تاخد عندنا اللون ده هنطلعها، بس حاولوا تطلعوها على شبكه علشان ما تطراش وتحافظ على قرمشه الطبقه الخارجيه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم والله بجد هي طعمها مش فارق اي حاجه عن البفتيك العادي، وهتوفر معاكم كتير جدا. وبصوا بقى من جوه شكلها عامل ازاي، جربوها هتعجبكم جدا.